عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يحضر معنا الآن شخصية متميزة قدوة مبدع، الأستاذ حسين أيد سعدي. مرحبا، أهلا وسهلا بك في جمعيتك كافل اليتيم. ما رأيك في الأعمال التي تقوم بها الجمعية خاصة وفي الملتقى بوجه الخصوص ودقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أولا أود أن أشكر رئيس جمعية كافل اليتيم الوطني، وهو اسم على مسمى أبو الأيتام، أستاذي وشيخي العرباوي، على هذه الدعوة، وتشرفت بها لحضور هذا الفعاليات الملتقى الدولي حول القطاع الثالث، الذي يعتبر من القطاعات التي عندها أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني. بالنسبة لهذا القطاع والأعمال الخيرية التي نقوم بها كافل اليتيم، فهي لا تعد ولا تحصى. شاهدت هذا الملتقى وحضرت المحاضرين أو المداخلين، حيث كلهم أشادوا إلى ضرورة هذا القطاع الثالث ودوره في الاقتصاد الوطني، وحيثية إحساس تحسيس جميع أطراف القرار بهذا القطاع، ويجب علينا أن نساهم مساهمة فعالة في تنمية هذا القطاع حتى نوصل فرحة أو ابتسامة لجميع اليتامى على مستوى الوطن، ونكون بذلك قد رفعنا شعارنا بالعمل واليقين، وهو أنه نقوم بترعية ورعاية كافل اليتيم، مصدقا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم، وأشار بإصبعه هكذا. إذن إن شاء الله أتمنى لجمعية كافل اليتيم على الوطن وعلى جمعيات كافل اليتيم موجودة في جميع ربوع الوطن السداد، وإن شاء الله يكونون ذخرا للوطن وللدين، ويقومون إن شاء الله بالأفعال الخيرية التي سيشهد التاريخ عليهم وعلى إنجازاتهم. وإن شاء الله هذه مبادرة خيرية وفائدة خير، وإن شاء الله الأمام ما زال علينا. وأكرر شكري وامتناني لجميع أعضاء جمعية كافل اليتيم الوطنية ورجال الخفاء الذين سهروا على نجاح هذا الملتقى وحسن الاستقبال. وإن شاء الله تكون عندنا فرص أخرى حتى نتسنى أن نقتدي بهم ونتشبع بمبادئهم، لنكون خير السلف، خير خلف لخير السلف، والمجد والخلود شهداء الأبرار. تحيا الجزائر، بارك الله فيكم. وفيك بركة. ونحن في الأخير ما عسانا إلا أن نقول أن الجمعية الخيرية كافل اليتيم الوطنية مبنية بسواعد الرجال، وشعارنا دائما وأبدا: معا لرسم البسمة ومسح الدمع. في أمان الرحمن. سلام. بارك الله.